هي المواضيع التي ستناقش والتي سنسلط عليها الضوء والتي عاشت فيها الجماعة الظلم والطغيان والنسيان من جهة، الابتزاز والرشوة والحجرة من جهة أخرى. سكان جماعة عين جوهرة سيدي بوخلخان يعانون كل يوم مرارة الاعتداءات اللا قانونية التي تمارس عليه والتي تطبق في حقه من طرف رئيس الجماعة بن عشير الخلوقي ونائبه الأول العربي صبير وبعض المسؤولين وبعض المنتخبين. بالجولة الصحفية اليوم اندرجت في سياق خاص لكونها ستناقش ملفا من أكبر الملفات. الملف الأول ملف نهب المال العام. المال ديال الجماعة يسرق كل صباح من طرف رئيس ونائبه الأول العربي صبير بين قوسين على علم كبير. الملف الثاني الذي سنتطرق إليه في ندوتنا الصحفية اليوم هو ملف الإسطبلات الخاصة بتربية الدجاج، والتي رفعت من خلاله سكان تعاونية البركة ملتمسات وشكايات عديدة إلى السلطات الإقليمية وإلى السلطات المركزية من أجل التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول. الملف الثالث وهو ملف خطير ولا زال السكان يجهلون حقيقته ويجهلون مصيره، ألا وهو ملف البقع التي توزع بجماعة عين جوهرة سيدي بوخلخان في إطار الأسود، أي في إطار اللوظ. ثم مشكل القناطر والمواطن يحتج ويرفع شعارات الإدانة والاستنكار ضد الرئيس بن عشير الخلوقي إلى درجة أنهم طالبوا في إحدى المسيرات الاحتجاجية بمحاكمته هو ونائبه الأول العربي صبير. وهنا اللافتة أمامكم، اللافتة تم رفعها في مسيرة احتجاجية من أجل محاكمة بن عشير الخلوقي الذي يعتبر الجماعة ملكا خاصا له ويتصرف في ماليتها كما لو أنها ضيعة. الكل يعرف واقع جماعة عين جوهرة سيدي بوخلخان، الكل يعرف حجم الرشوة والابتزاز والتزوير الذي يطال المواطن من طرف السلطة المحلية. لما نقول السلطة المحلية هنا أعني بالإشارة قائد قيادة سيدي هلال الحراوي وخليفة جماعة عين جوهرة سيدي بوخلخان. هؤلاء أعتبرهم مافيا منظمة للابتزاز والرشوة وتهديد المواطنين والاستيلاء على حقوقهم في غير موجب الحق، بل أنهم أدوات لتزوير محاضر الدورات. طالب السيد العامل من خلال ندوتنا الصحفية هذه ومن خلال اجتماعنا هذا نطالبه بفتح تحقيق نزيه عن محاضر الدورات التي يصادق عليها من طرف السلطة المحلية ومن طرف رئيس المجلس الذي هو ممثل السلطة المحلية القائم تجاه قائد قيادة سيدي هلال الحراوي رفقة اللوبي الثاني، رفقة رمز الفساد الذي أسس لتكلة الفساد بالجماعة الخليفة علان عرشان. هنا أنا كنجبد الناس بالأسماء كي أتحمل مسؤوليتي، لأنني واثق من الإمكانيات التي بيدي حتى أنني أتكلم في إطار ندوة صحفية بالأسماء وأكشف المتورطين بالأسماء. أنا لا أحمل مسؤولية لعامل الدين الجديد ولا حتى للكاتب العام. نحن كجمعية لكم سنراسل السيد وزير الداخلية عقب انتهاء أشغال هذا الاجتماع ومستعدون للدخول إلى المحاكمة مع النائب الأول بن عشير الخلوقي
يتابع من أجل التزوير، من أجل التزوير بمحررات رسمية وملفه عند النيابة. مستعدون للاعتقال، مستعدون لدخول السجون، مستعدون للنضال من أجل حقوقكم. وأنا ما غاديش ندعو غدا إن شاء الله. عندنا محمد السادس. عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدي محمد. ما عمرنا ندعو بحقنا وسيدنا. إلا كانوا كيصوروا المحاضر في العهد ديال العامل عبد الرحمن زيدوح، فما كنظنش باللي حسن فاتح العامل الجديد غادي يقرا المحاضر المصوره ويشتغل بوسائل خاصه. اقول لكم وانا واثق مما اقول، هذاك السيد جالسته لاكثر من مره. العامل الجديد رجل عمل، رجل عملي. استمروا، ناضلوا، خليوا الاصوات ديالكم توصلوا، وانا مستعد ولي كامل اليقين بان سياتي وقت يعاقب فيه المفسدون. هادشي اللي كانوا الناس راه كاين، ما تنقولوش راه ما كاين. حنا ماشي ضد الخلوقي ولا ضد شي واحد، ولا حنا قطبيين، حنا قطبيين فينا غير القطبيين. بغينا هذا الناس هذوما راه كانوا ديك السياسه القديمه ديال الكفته والشلاقه والباقه، بغينا الناس يخدموا، ما طالبين منه حتى شي حاجه. هاد الناس اللي دابا تقريبا العامين هادوك خدامين، ما كاين حتى شي حاجه. تقريبا جينا تقريبا 3 المليار يصبروا الجزء. اش ندير؟ كاين خلق راه تيمشي بابا رئيسي. لا قناطر لا حتى شي حاجه، لا مدارس لا حتى شي حاجه. نفسنا المناضلون مستعدون نمشيو للحبس، نمشيو للسجون على كلمه حق وعلى الوقوف مع المظلوم اي كان، في اي موقع كان، وفي اي مكان كان. من طنجة للبويرة. الخطأ الأول هو أن رئيس الجماعة تغاضى وتناسى، لأنه تقريبا شبه غائب. السبت والحد راه ما كانش تسير الجماعة السيد الرئيس. السبت والحد الناس كتمشي دوز الويكاند ديالها بالفارم ديالها، ماشي كيجيو باش يسيروا الجماعات. الجماعة خصها تسير من الاثنين حتى الجمعة وتسير الأسبوع كامل. رئيس الجماعة راه كيجي السبت والحد، واش كيمشي إدارة اللي خدامة السبت والحد؟ ما كاين سير. الرئيس كيما قال ناصر الرفاعي، الرئيس عطى الكازوال، الرئيس سيب لومبيلونس، راه حملة انتخابية هذه سابقة للأوان. رجعوا لوطورود مؤخرا توفات سيدة تما خلات 8 وليدات. اش دارت لها الجماعة؟ الخزانة دار لها لوزين ديال رخام زريبر، هو اللي يتكلف بالعزوم. واش المال ديال الجماعه كما قال السي الرفاعي العضو 3 المليار، مع العلم انه اطار في وزاره الماليه وكونترولور، يعني راه عارف الا بغى يسير راه ماشي امي ولا ما عارفش. هادشي كيدار اكسبري، هذا انتقام من الساكنه ديال الجماعه، ماشي في البرلمان. يعني انا ننتقم من الجماعه، بالعكس الناس ضحات بمالها بالبيكوات ديالها، ضحات ما كاينش رشوه، وتنقولوها ما كاينش رشوه في الانتخابات البرلمانيه هنا، وتبين جاتهم النفس وصوتوا عليك. هذا هو الجزاء ديالهم، انك تناساو. شي كيموت في الدجاج هادشي، شي كيموت في الطرقان هادشي والطرق، ما عندهمش الخاطر، ما عندهمش الطرقان، ما كاينش التعليم، ما كاينش الصحه. وشنو غنديرو بهاد المجلس هنا كاع؟ شنو غنديرو به؟ هاد الناس علاش انتخبناهم؟ علاش صوتنا عليهم؟ باش ينوبوا علينا؟ راهم تينوبوا علينا حاليا. حنا بالمال عندنا مداخلات ومشاكل التي نطالب من السكان تاعنا فرح إصلاح قنطرة، وليس لمحاكمة خلوقي أو لمحاكمة القائد أو الخليفة. لهذا لكي تسمعوا مني أيها الحاضرين، نحن قمنا الأسبوع الماضي باحتجاج، ولقد وقفنا وعدنا إلى مكان من حيث بدأنا، ولكن لما كان العام ديال العامين
الجنوبيه. شوف الاشكاليه فين كاينه. الجماعه كتوجد في القطبيه الجنوبيه وكيستافدوا القطبيه الشماليه. القطبيه الجنوبيه ما عمر تستافد من شي حاجه من هاد الجماعات. انا كنتحداهم يجيبوا لنا شنو داروا لنا لو يكون هذا الجمع يكون صادق وكل واحد فينا يقول وضوح، لأن أي واحد كيطلب الجمعية أو الجماعة ديالو تكون الأحسن في المنطقة. أنا دابا سمعنا الأخ قال على أنه الجامعة ديال القطبية مقسومة، هذه الجهة ديال مجموعة دائرة واحد ودائرة جوج بوحدها. القطبية دابا ما مقسوماش، القطبية دائرة مجموعة. هي مجموعه. كاين شوف الله يجزيك بخير لما قاطعتش في سميتو. كاين ناس باغيين يقسموا القطبيين ولكن تنطلبوا الله يتغلبوا عليهم. حنا لما صار اجتماع ديال السيد المره الجايه ما نعاودوش. الجمعيات تاخذ المسائل مصداقيه ومسائل ما نخليوش اطراف خارجيه ولا شي جهه تدخل باش توزع القطبيه. الا ما صالحنا شي واحد كنتجمعوا غنحيدوه غنديروا واحد اخر، وإلا ما صالحنا حتى هو نحيدوه. وانا كنشكر الجميع. أنا محايد ولكن عزيز عليا الصراحة وعزيز عليا الديمقراطية، والإنسان يفرق ما بين العمل الجمعوي والعمل السياسي، وهذا باش البلاد تكون أحسن. هذا كيبان ليا كسي رشيد. والقبيله ديالنا لا كلشي الزمور كامله طمعنا فيه الخير. قلنا لما جاش هذا الراجل رحنا ما عندناش، والساعه اللي دوزناه ها هو تكرس علينا. كنعرفوا بان الجماعه ديال عين شهره كانت ثاني اغنى جماعه، اليوم ولات افقر جماعه هي هذه. علاش؟ لان الناس كيتعاقبوا على هذه الجماعه كلاو الخيرات ديال هذه الجماعه. الا جينا بالسكينه كنلقاو فينا اكبر نسبه، الا جينا الارض حنا اكبر نسبه، الا جينا لعين المدخول اللي كندخلوا حنا عندنا اكبر نسبه. وعلاش حنا افقر جماعه؟ علاش؟ كيفاش؟ يعني كاين واحد الخطا، هذاك الخطا خصو يتصلح. ما كان له حتى واحد، ولكن الخطا خصنا نحطوه كما تيقولوا خصنا نحطوا الاصبع